بسم الله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه ألف صلاة وسلام. صلوا عليه البنات. ونبداو الفيديو تاعنا بعد ما كانت هذا الغيبة يعني مايش مدة طويلة بزاف. حبيت نشارك معاكم هذه الوصفة. صدقوني البنات جات ما شاء الله، وهذا المرة مانيش أنا اللي درتها، دارتها بنتي وجات تهبل والصورة راهي توضح كيما راكم تشوفوا حبيباتي. نبداو على بركة الله. نبداو بزوج بيضات، يعني دارت زوج بيضات ودارت رشة تاع الملح وزادت نص كاس تاع السكر وتخلطي سيداتي بالفوي. يعني هذا لي طرونش هذو ما يحتاجوش خلاص الباطور، يعني ما عندكش عذر نهائيا حبيبتي. بما انه رانا في العطله وعلى بالنا بلي الولاد يحبوا الحوايج هذو الحلوين، لما لا ساعه نفرحوهم بحاجه حلوه. ولكن ما نكثروش البنات، ساعات نديروا لهم حاجه مالحه يعني مملحات، وساعات نديروا لهم هكا حاجه حلوه. وربي يحل اياماتنا واياماتكم يا البنات كامل يا رب العالمين. شوفوا حبيباتي، عندنا زوج بيضات ورشه ملح ودارت نص كاس سكر عادي، وحركت مليح بالفوي حتى تبدل اللون تاع الخليط تاعنا. ومن بعد زادت نص كاس تاع الزيت وزادت خلطت مليح، ومن بعد زادت ضافت نص كاس تاع الحليب. يعني كل زوج بيضات يقابلها نص كاس من السوائل ورشه ملح بطبيعه الحال. هنا راح تدير في المول هذاك الاسطوري، بما انه شراته جديد قالت لي ماما لازم نجرب فيه، قلت لها ديري الخطوات كامل وحدك ونشوفوا النتيجه مع بعضنا. دارت هنا شويه برك كاكاو، بس حجاها الخليط تاعها فاتح، زادت نفس الكميه، يعني بالتقريب دارت نص مغرف كبيره تاع الكاكاو بني. لو كان يكون عندك الكاكاو الاسود بطبيعه الحال راح تنقصي الكميه، وذلك على حسب اللون اللي راكي حباته. والفرينه سيداتي دارت 3 مغارف، وهنا دارت ربع مغارف تاع الفرينه، ودرت كيس تاع الخميره كيميائيه. كيما قلت لكم دارت كيس خميره كيميائيه، وخلطت الخليط تاعها بالفوي بالعقل برك باش ما تفزديش الخليط تاعك. شوفي يعني دارت 4 مغارف تاع الفرينه كيما راكم تشوفوا، تحرك مليح حتى يتنحاو الحبيبات هذوك من الخليط تاع الفرينه، يعني يندمجوا المكونات مع بعضها مليح. وانتم يا البنات قولوا لي بناتكم ساعه دخلوهم الكوزينه ولا ما تخليوهمش؟ انا والله بنتي يبان لي دخلت الكوزينه منذ حوالي، هي في عمرها درك 17 سنه ربي يبارك، بالي ملي كانت 12 سنه هي تحب دير الحوايج هذو في الكوزينه. وزادت زوج مغارف ولا 3 تاع الفرينه والله ما شفيت. المهم الصوره راهي موضحه، وشوفوا القوام تاع العجينه نتاعنا كيفاه يجي. شافي شكلت هنا رقم 8 وراهي تبان، ومن بعد يعني تتنحى شويه بصح هذا هو القوام تاع الخليط تاعنا. وبما انه ما عنديش بابي فيلم ولا دارت كراس، دارت يعني اوراق من الريجيستر تاعها جبداتو وشكلتهم هكا ودهنتهم بالزيت، ومن بعد دارت الخليط تاعها. شوفوا يا البنات هكا تكمل الخليط تاعها كامل. شوفي ما تخلي والو سيداتي في الباسينه. وهكا هذا هو الخليط تاعنا. شوفي جا المول تاعنا ماهوش معمر بزاف، يعني اذا كان المول تاعك كبير زيدي الكميه وخلاص. المهم كل زوج بيضات يقابلهم نص كاس تاع الكميه تاع السوائل وخميره كيميائيه وحده. يعني انت اذا كان درتي 4 بيضات ضاعفي الكميه وتجيك جينواز، هذه اسهل منها ما كانش. وكيما قلت لك حبيبتي لاش ما عندكش الباطور، شوفي هي عندها شونتيي بصح دارتها في الاشوار، بما انه الباطور تاعي تحرك مازال ما شريتش واحد، يعني طلعتها في الاشوار وما كان حتى عذر ما تجربيش الكيكه تاعنا تاع اليوم. نوضي درك حبيبتي وجربيها اذا عندك المقادير هذو. الشونتيي عندنا كاس ونص تاع الشونتيي، يعني شرات ب10,000 ومن بعد زادت نورمالمون ب7,000 يبان لي هكا. المهم الكميه هي كاس ونص تاع الشونتيي، ودي لها كاس بارد مليح نتاع الحليب. اذا ما بغيتيش ديري الحليب ديري الماء، راح تجيك نفس النتيجه
بصح القوام تاع كي ديري الحليب افضل. وهنا عندها شويه ذوق تاع الكراميل راهو خلص سيداتي. دارت 2 قطرات برك بصح جات النكهه ما شاء الله. وزادت شويه كاكاو على راس المغرف وطلعت الشونتيي تاعها في الاشوار عادي. وشوفوا يا البنات كيما قلت لكم انا بنتي هي اللي دارت الجينواز هذه، قلت لها راح نصورها ونخلي اللقطات ونخلي الاخطاء اللي درتيهم باش حتى البنات المبتدئات نورمال يعني. اذا كان دخلتي الكوزينه مستحيل راح تديري حاجه ناجحه من اول مره، لازم يكونوا هفوات واخطاء ورانا نتعلموا في الدنيا هذه. وواحد ما زاد معلم كيما قلت لكم البنات خليوهم، انا جامي نعيط عليها حتى ولو حرقتها. اذا كانوا المكونات نقولها عاوديها عادي ما كان حتى مشكل. وبما انه كيما قلت لكم هي دخلت الكوزينه بكري يعني عندها شويه اكسبيريونس وهكاك ومازال راح يدير في الاخطاء. شوفوا الخطأ الاول كي هزت الجينواز قلت لها لو كان قلبتيها راهي ما تتكسرش، ولكن جات خفيفه ما شاء الله. والله الذوق تاعها جاي يهبل. جربوها البنات وديروا جام للفيديو اذا كان لحقتوا لهذه المرحله باش يوصلكم كل جديد. ونشجعوا بناتنا كيما قلت لكم كي يدخلوا الكوزينه. راهي كسرتها من هيه نورمال، قلت لها كملي عادي هكا. قسمتها على 2 وشربتها بالقهوه. انت اذا كانت تحبي الحلاوه بزاف ديري مغرف سكر في القهوه، هي دارتها هكاك يعني قهوه مره باش تجي النكهه معتدله. بعد ما شربنا الجينواز تاعنا كيما راكم تلاحظوا حبيباتي نجيبوا شويه من الشونتيي اللي كنا طلعناها في الاشوار. شوفي ديري طبقه مليحه ومشيها عادي بالمغرف. هذه هي الطريقة نورمال يعني بسيطة. أي وحدة مبتدئة تقدر تبدأ تجرب الجينواز بهذه الطريقة وبكمية قليلة. ومن بعد كي تمشي يدك في الحاجة هذيك عادي ديريها نورمال. هنا الفيديو راهو معاود. كيما كنت نقول حبيباتي مشي الشونتيي تاعك عادي ديري. اذا كان عندك كميه كبيره ديري طبقه مليحه. وهنا ثاني عندك اختيارات، اذا كان تحبي تزيدي شويه بنان ولا اي فاكهه عندك زيدي. حنا هنا ما لقيناش البنان نورمال ديريها هكا بالشونتيي وحدها. ودارت على شكل حفره هكا في الوسط بالمغرف برك يعني كيما راكم تشوفوا باش تحشيها الكراميل. هذا كانت خدماته بصح ما صورتوش. اذا كان تحبوا حبيباتي كي تعاودوا نقولها تصوره لكم ما كان حتى مشكل. كيما راكم تلاحظوا شوفوا دارت الشونتيي ودارت لها البلاصه هذيك باش دير فيها الطوفيه هذه ولا الكراميل. ومن بعد دارت لها شويه مكسرات مكسره هكا خشينه شوفوا. ومن بعد نزيدوا الطبقه الثانيه كيما نورمال يعني تزيد الطبقه الثانيه كيما راكم تشوفوا حبيباتي. لاش تكسرت لكم ما تخافوهاش خلاص لانه راهي خفيفه وهشيشه تهبل. اضغطوا عليها مليح باش يلصقوا الطبقات مع بعضهم. وكما قلت لكم الخطأ الثاني اللي دارته هي حطاتو على الصرفيطه. نورمال مو تقلب المول تاعها وتحط عليها الجينواز بصح كيما قلت لكم نورمال نتعلموا من الاخطاء تاعنا ما كان حتى مشكل. حنا الكبار وديما يصراولنا هكا مشاكل ولا اخطاء في الكوزينه ما كان حتى اشكال. ونزيدو نشربوا الجينواز تاعنا ولا الطبقه تاعنا الثانيه كيما راكم تشوفوا اخواتي. ونزيدو نغلفوها بالشونتيي كيما راكم تشوفوا. هنا اذا كان عندك الوقت غلفيها مليح بالشونتيي وديريها في الفريجيدار تبرد لك. واذا كان ولادك دايرين بك كيما ولادي يعني ما كان حتى مشكل، كمليها قصيها واعطيلهم ياكلوا وبصحتهم يا رب العالمين. هكا هنا جيت انا قالت لي ديري لي الديكور كيما تحبي. قلت لها ما ندير لا ديكور ما والو، كيما كملتيها كيما بديتيها تكمليها. انا درت لها برك الخط هذا هكا على الحواف وقلت لها كمليها كيما تحبي. شوفوا درت لها هكا برك ما بقاش بزاف الشونتيي. درت لها طريق خفيف برك تاع الشونتيي باش ما تخرج لهاش الكريمه هذه على الحواف.
وكملت الكمية المتبقية من الكراميل هذا من الفوق ودارتها طبقة خفيفة. درك تعدلها بالمغرف كيما راكم تشوفوا حبيباتي. وكيما قلت لكم اخواتي العزاز، نجربوا اي حاجه بمكونات بسيطه. انا ما شتيش الحوايج كي ندير حاجه تكون مكلفه بزاف. نديروا حاجه بسيطه وفي نفس الوقت تجي في البنه مليحه. وكما قلت لكم نفرحوا ولادنا في هذه العطله. وتقدري اختي العزيزه تجربيها وتديها معك اذا رحتي ضيفه عند عجوزتك ولا عند ميمتك، وتاكلوها بالصحه والهنا اخواتي. شوفي، وعلى الحواف دارت شويه مكسرات هاك اللي كانت كسرتهم ودارتهم في الوسط في الطبقه يعني هذيك الداخل، وبقى لها كميه دارتهم هكا على الحواف. المهم تزيين بسيط، الشكل بسيط، والكيكه ثاني كما قلت لكم بسيطه واقتصاديه ما فيهاش حوايج بزاف. جربوها يا البنات واكيد ما كنتش رايحين تندموا. وهنا وصلنا للجزء المفضل عندي، انا نحب نقص ونذوق، هذا ما نحب. شوف جات خفيفه مشربه ما شاء الله ما شاء الله. انتي اذا كان ما تحبيش الجود تاع القهوه في الكيكات تقدري تشربيها بالحليب ولا اي حاجه ولا سيرو هكا شربات ولا حاجه خفيفه. المهم شربي الجينواز تاعك راح تجي رطبه وتجي هشيشه ما شاء الله. شوفوا يا البنات الطبقات راهم واضحين في الكيكه تاعنا تاع اليوم. والمهم كيما قلت لكم بالصحه والهنا. اللي وصلت الفيديو لهذا النقطه يعني نقول لك حبيبتي قولي لي واش رايك في القناه تاعنا، واش الحاجه اللي ما عجبتكش فيها باش نحاولوا نبدلوها. واذا كان عجباتك حبيبتي ما تنسايش ديري جام باش يوصلك كل جديد. كي ندير فيديو يكون خفيف ظريف ان شاء الله عليك ديري اشتراك وديري جام باش يطلع الفيديو تاعنا ويوصل الأكبر عدد من الأخوات. ولما لا يشوفوا البنات الصغارات ويتشجعوا حتى هما يحاولوا يدخلوا الكوزينة في العطلة هذه. ما نقولكمش أنا لازم يدخلوا الكوزينة من الصباح الليل، لا لا، يبداو بالحوايج هذو البسيطة. ولو كان مرة في 4 أيام ولا 5 أيام كل خطرة يديروا وصفة تكون بمقادير بسيطة وتكون كمية قليلة، وهكا تمشي يدهم في الكوزينة وكل واحد يعني والشغف تاعو. شوفوا البنات القوام تاع الكيكه تاعنا راهي جات رطبه رطبه تبان مشهريه ما شاء الله هكا. شوفوا والله غير انا شفتها دركا وراني ساخفه عليها. المهم ربي يوفق بناتنا واولادنا كامل، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي، والى اللقاء.